تفتكر ده الموبايل اللي هيبيع لسامسونج في الفئة المتوسطة؟ الجالاكسي A37. الموبايل ده ميكس عجيب جدا، تحس ان سامسونج وهي بتعمله جابت كل موبايلاتها المتوسطة وضربتهم في الخلاط A36 A55 A56 A57 وطلعت لنا ال A37 اللي بالمناسبة في تطور واضح عن الجيل اللي فات ال A36 في حاجات مهمة كتير، ولكن ما زال في عيوب سخيفة رخمة من اللي سامسونج بتحب تكررها. خلينا في فيديو النهاردة نتعرف اكتر على الموبايل ونشوف تشتريه ولا تعديه، وهقول لك كمان رايي بكل صراحه في السعر. فزي ما انت متعود، لايكك جميل، دعواتكم لاخواتنا بالفرج القريب، ويلا بينا نبدا المراجعه. زي ما انتم عارفين موبايلات سامسونج المتوسطه بتحتاج خبير علشان يفرقهم عن بعض. هم بصراحه ليهم هويه منفصله. هنا عندك اشاره مرور محطوط فيها الثلاث عدسات بتوع الكاميرا الخلفيه، واللي اتغير ان هم اتحطوا في جزيره حواليها كده جزء شفاف بسيط بيعكس لون الموبايل، شكلها في الشياكه منه شويه، والعدسات بقت واضحه اكتر لان هي كانت سودا خالص في الاي 36. فلا، تصميم الكاميرا بتاع ال 37 بالنسبه لي احسن شويه، ولكن كخامات مفيش جديد. مازال الموبايل بظهر ازاز محترم جدا محمي بطبقه من جوريلا فيكتوس بلس، ودي اعلى حمايه ممكن تلاقيها، والفريم كالعاده من البلاستيك. وانا ممكن اعدي حته الفريم البلاستيك لان الموبايلات الجديده اللي نازله في نفس فئه الاي 37 كلها بفريم بلاستيك، فتمام. الالوان الجديده بتاعت الاي 37 كويسه، وانا معايا لون اسمه جراي جرين، لون على الحقيقه حلو، ولكن المشكله زي ما بقول لك موبايلات سامسونج المتوسطه الغامقه الظهر بيكون مرايه وناعم جلوسي، فحرفيا انت يعني بص ممكن تشوف نفسك فيه، بيعكس اي حاجه حواليك، بيلم بصمات بكل سهوله. هو حلو وكل حاجه، بس محتاج فوطه معاك كده كل شويه تنضفه او ترميه في جراب وتريح دماغك. خلي بالك بعد اسبوعين استخدام غشيم شويه لقيت خرابيش سطحيه على الظهر بتاع الموبايل ما تبانش الا لو ركزت قوي، فيا ريت تحطه جوه جراب لو اشتريته. الموبايل ده ما عملش دايت، محافظ على وزنه 194 جرام، والتخانه بتاعته 7.4 مللي، ولكن كعاده موبايلات سامسونج كلها مش هتحس ان هو تقيل، هتلاقي الوزن متوزع في ايدك كويس جدا. مقاومه الميه زادت وبقت اي بي 68، ودي اعلى مقاومه ميه موجوده عند سامسونج، فدي حاجه كويسه اللي هي منزلها لك لحد الاي 37. يعني من الاخر شكل كاميرا خلفيه احسن، الوان جديده، مقاومه ميه اعلى. ده فرق تصميم الاي 37 عن الاي 36، ولكن في فرق واضح ما بين الاي 37 والاي 57. لو بتفاضل ما بينهم انا عاوز اقول لك كل حاجه في الفخامه. الشاسيه بتاع الاي 57 معدن وارفع واخف، وبيدي لك تجربه بريميوم اكتر. لو مش فارق معاك الحاجات دي كلها وبترمي الموبايل في جراب، فممكن الاي 37 يكون هو العملي اكتر بالنسبه لك لو انت من محبي موبايلات سامسونج. اللي ممكن تكون مشكله بقى بالنسبه لي هي الشاشه 6.7 بوصه سوبر اموليد فول اتش دي بلس 120 هرتز بدعم الاتش دي ار، ولكن كالعاده الشاشه مسطحه بحواف كبيره جدا. الحواف اللي ما اتغيرتش عن الاي 36 عن الاي 56 عن كل موبايلات سامسونج المتوسطه القديمه، بحواف كبيره شويه. كانت بتعدي من سنه من سنتين، ولكن دلوقتي الدنيا اتغيرت، بنشوف حواف قليله جدا جدا في الفئه السعريه المتوسطه والفوق متوسطه، وبالتالي انا مش قادر اتقبل شكل شاشه الاي 37 اللي كل ما ابص له بحس ان انا قديم، في حاجه قديمه، انا قاعد في 2024 2025 مش في نص 2026 خالص. تجربه الشاشه نفسها كويسه جدا من ناحيه الالوان، دي سوبر اموليد يا جماعه بتاعت سامسونج، فالوان بقى عززها فرقعها براحتك، تجربه ممتازه جدا في الفيديوهات، في السوشيال ميديا، في الاستخدام عموما. وكمان طبعا سطوع اللي سيبك من الرقم هو 1900 نتس، ولكن فعلي بالفيجن بوستر الموبايل ده هتشوفه كويس جدا، هيدي لك رينج 1200 1300 نتس. التجربه بتاعته كويسه، معاك اعلى طبقه حمايه موجوده في فئته السعريه جوريلا فيكتوس بلس. هو متكامل في كل حاجه في حته الشاشه الا جزئيه الحواف اللي لازم تقعد مع نفسك كده باشا وتقرر هتشتري الموبايل ده بالحواف دي ولا الحواف بالنسبه لك هتكون ازمه. في حاجه تانية وهي معدل الفليكرنج هنا 480 هرتز زي كل موبايلات سامسونج، مش افضل حاجه ولا اريح حاجه للعين خالص. لو انت عينك بتتحسس من الشاشات الامليد فابعد خالص عن موبايلات سامسونج كلها، خليك في الموبايلات الصينيه. انما لو انت تمام ما عندكش مشكله فمش هيكون عندك ازمه في القصه دي. ويمكن اقوى فرق ما بين ال 37 وال 57 لو بتفاضل ما بينهم في حواف الشاشه. حواف شاشه ال 57 احسن واقل بكتير من حواف ال 37، ولكن تقريبا بقيه الاختلافات بين ال 37 وال 57 هتختفي. احنا شفنا فرق في التصميم وفرق في الحواف
اختلاف، ولكن بقيه الموبايل تقريبا بيدوله نفس التجربه. لان لما نيجي نشوف الاداء هنلاقي معالج اكزينوس 1480 مع ذاكره تخزين يو اف اس 3.1 مع واجهه سامسونج الجديده ال1 يو اي 8.5 المبنيه على اندرويد 16 مع اطول فتره تحديثات 6 سنين اندرويد. هتقول لي هو ده نفس معالج الاي 55 القديم؟ هقول لك على الورق ولكن سامسونج لعبه في المعالج، في حاجه متغيره في التبريد وفي حاجه متغيره في السوفت وير، لان تجربه الموبايل احسن بكتير. تجربه الموبايل هنا ممتازه والموبايل سريع وسلس، مش هيواجهك في اي ازمه اطلاقا. وانا مش عاوز ابالغ واقول لك ان الموبايل هو الاسرع في فئته، بس الموبايل فعلا مع السوفت وير الجديد موبايل كويس جدا وسريع جدا. جربته على فكره وقارنته مع الاي 36 اللي بالمعالج الكوالكوم، لقيت ان لا، ال 37 اسرع وانشط بفرق ملحوظ. حتى برامج الاختبارات برضو كلها الاي 37 افضل، وذاكره تخزين اسرع. ويعني على الورق ال 37 احسن، وعلى ارض الواقع ال 37 احسن في تجربه الاداء. ومش عاوز اكون ببالغ لما اقول لك ان تجربه ال 37 مش فارقه كتير عن ال 56 وال 57 كمان. انا بتكلم عن التجربه اليوميه مش ارقام برامج اختبارات. ال 37 هيدي لك عارف التجربه المقبوله الحلوه الكويسه من سامسونج بالواجهه الجديده زيه زي ال 57 بدون اي مشاكل. طبعا ال 57 اقوى مع الضغط ومع الحاجات التقيله، بس للمستخدم العادي الكاجوال يوزر زي ما بيقولوا 37 هيحس ان تجربته كويسه جدا معاه. واللي مساعد في القصه دي هو التبريد. انا عارف ان الناس بتخاف من اكزينوس ويقولوا لا تبريده وحش وكان موجود في الاي 55 وبيسخن. بحب اقول لك ان المعالج ده موجود هنا وما بيسخنش سخونه اوفر، سخونته تقريبا زي الكوالكوم في الاي 36 ويمكن اقل درجه كمان. فانا حاسس ان سامسونج غيرت حاجات في غرف التبريد بتاعتها، والكلام ده واضح مع معالجاتها الجديده الاكزينوس في الاي 37 والاي 57 اللي اعتقد سامسونج هتعتمد بقى على المستخدمين هم اللي يوروا للناس او يكتبوا للناس يقولوا لهم ان احنا جربنا معالجات سامسونج المتوسطه الجديده ومفيش فيهم اي مشاكل في جزئيه السخونه. لو انت برضو بعد كل ده مش مقتنع باكزينوس فسامسونج مش هتنساك وهتنزل لك المعالج الكوالكوم ال 6 جين 3 اللي كان موجود في ال 36 هتنزله في الاي 27 اللي هينزل قريب ان شاء الله. وبالمناسبه بابجي هنا بتشتغل 60 فريم زيه زي الاي 57، تجربه كويسه وناعمه وما فيهاش اي مشكله. واحد دلوقتي هيسالني ويقول لي هل البطاريه هتعكنن عليا تجربه الموبايل ده؟ هجاوبه واقول له لا في نفس الوقت. هفهمك ازاي. البطاريه هنا ما اتغيرتش 5000 ملي امبير، ولكن البطاريات اتحسنت في الجالاكسي اي الجديده ال 37 وال 57. انا ما اعرفش ازاي، ارقام بقى غير معلنه، السوفت وير مش فاهم القصه، بس البطاريه هنا احسن بساعه او ساعتين سكرين اون تايم ازيد عن ال 36 وازيد على فكره عن ال 56 كمان لو بتفاضل ما بينهم. بطاريه الاي 37 بطاريه ممتازه زيها زي بطاريه الاي 57 تكمل معاك اليوم لاخره، وانا بتكلم لاخره خالص من الاستخدام المتوسط وانت مطمن ومش شايل هم الشاحن اطلاقا. فده هيكون كويس لمين؟ لمستخدم سامسونج اللي جاي من موبايل متوسط قديم هيجرب ال 37 او ال 57 هيحس بابجريد في البطاريه وهتبقى الدنيا تمام. ولكن لسه التجربه بعيد شويه عن الشركات الصينيه اللي بتقدم بطاريات اكبر واضخم هتقعد معاك لتاني يوم من غير شحن. يعني الموبايل هيوصل لاول اليوم التاني من غير شحن، ده الاجابه باختصار. وسرعه الشحن زي ما هي 45 واط، معكش شاحن في العلبه. الموبايل بيشحن من 14 15% ل 100% في رينج الساعه، ولو من الصفر في ساعه وربع تقريبا. هو النهارده الشاحن ال 45 واط ده عامل كام؟ خلينا بقى نشوف البصمه اللي ما زالت تحت الشاشه وما زالت لازم تلمس بصبعك كده البصمه بالكامل علشان الموبايل يفتح، والانيميشن بتاعها بحسه بطيء شويه. الموبايل طبعا فيه NFC ومايك اضافي لعزل الدوشه، وفيه اولويز اون ديسبلاي بتفضل شغاله على طول، وصوته طبعا ستيريو. خلينا نسمع الصوت سوا. وايه اللي سامسونج عملته ده؟ اهلا بكم مع الجالاكسي اي 57 احدث موبايل فئه متوسطه عليا من سامسونج. الصوت ستيريو كويس جدا، موزون ما بين السماعه اللي فوق واللي تحت، والبيس كويس، والتونز بتاعت الصوت حلوه. دايما موبايلات سامسونج بتعجبني بصراحه في موضوع الصوت الاستيريو. تجربه الكتابه هنا على الكيبورد على فكره كويسه جدا، بس الهابتكس نفسها مش حلوه زي ال 57. 57 الهابتكس بتاعته كانت احسن من كده شويه. سنسور التقارب اللي هنا ما زال سوفت وير زي ال 36، ما خدش ابجريد زي ال 57. تمام، ركز معايا. يعني سنسور 70 80%. وشبكات الاتصال والواي فاي كالعاده الموبايل بيفلتر الشبكات البعيده عنه زيه زي الجالاكسي اي القديم بدون
بدون اي تغييرات. وخلينا نشوف الكاميرا اللي حصل عليها تطوير واضح، لان السنسور نفسه بقى اكبر، 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه 1.8 بمثبت بصري. هتقول لي فتحه عدسه ما وسعتش، اقول لك لا، السنسور نفسه، السنسور المستخدم بتاع الاي 56 والاي 57، واللي هو سنسور ممتاز جدا بالنسبه لفئه سعر ال 37. الكاميرا دي تبقى تمام. الترا وايد 8 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.2، وماكرو 5 ميجا بكسل، وسيلفي 12 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.2. الكاميرا هنا اعتبرها اتغيرت خالص، وهتاخد تجربه تصوير احسن بكتير من ال 36 القديم، بدايه من سرعه التصوير نفسه. الشاتر سبيد بقت احسن بكتير في ال 37. تصوير بورتريه بقى عندك 2x دلوقتي في السوفت وير، ودي لاول مره نشوفها في الاي حاجه و30. تصوير فيديوهات برده ما زال 4K 30 فريم بالكاميرا الخلفيه والاماميه. وخلينا دلوقتي نشوف تجربه التصوير بالموبايل ده عشان نفهم التطوير فين. هقارنه لك بالاي 36 القديم والاي 57 الاغلى منه عشان تشوف الموبايل ده جامد في التصوير ولا اي كلام. الاي 37 بقى مايل اكتر للاي 57 في التصوير، معالجته قريبه جدا ليه مع تفاصيل برضو قريبه، وتصوير بورتريه 2x زيه برضو. على فكره الاي 36 ما كانش وحش خالص في التصوير الصور بالاضاءه العاليه بالكاميرا الخلفيه، هو مشاكله كانت في حاجات تانية هنشوفها اتحلت ولا لا. انا تمام، ما عنديش مشاكل في الصور اللي طالعه من الاي 37 وشايفها كويسه جدا في الاضاءات العاليه. مش نقله نوعيه عن الاي 36، بس على الاقل تصوير اسرع وبورتريه 2x كويس جدا ويعتمد عليه. الصور في الشمس القويه قوي كانت بتلسع احيانا في الاي 36، وركز كده على المبنى اللي ورا. بس دلوقتي هتلاقي الدايناميك رينج اتحسن جدا في الاي 37، وكوسع زاويه تصوير اي 36 اضيق واحد، ال 37 متوسط، وال 57 اوسع زاويه تصوير. دلوقتي التصوير في اضاءه داخليه اتحسن كتير بقى. هنا السنسور الجديد بان وظيفته في الاي 37. فاهم ومركز معايا التطوير في التصوير فين ولا نمت مني؟ في بعض الصور في الاي 36 كانت بتطلع بمعالجه غريبه جدا. انا قصدت اصورها بالاي 37 علشان اتاكد انه بقى احسن في التصوير وبقى قريب للاي 57 بجد. وقول لي رايك برضو، شايف الكاميرا الخلفيه للاي 37 اتحسنت فعلا ولا ايه الكلام؟ السيلفي بقى ما فيهاش كلام، الاي 37 اتحسن كتير عن الاي 36 اللي اشتكيت من السيلفي بتاعه كذا مره وقلت ان معالجته مش افضل حاجه. خلاص انسى الكلام ده، دلوقتي معاك سيلفي حلو يعتمد عليه في فئته، سيلفي الاي 37 اللي خلاص قرب جدا من سيلفي الاي 57، كان فاضل له تكه صغيره ويبقى زيه. تجربه التصوير بالاي 37 تقريبا بقت متطابقه مع الاي 56 القديم بالظبط. بس قول لي كده رايك، شايف التطويرات اللي سامسونج عملتها في كاميرات الاي 37 كفايه ولا كنت محتاج حاجات تانية؟ اسيبكم مع تصوير الفيديوهات. بالنسبه لتصوير الفيديوهات، فانا دلوقتي بصور بالاي 37 جنب الاي 36 اللي المفروض على الورق يعني الاتنين بيصوروا 4K زي بعض 30 فريم، ولكن طبعا السنسور الاكبر اللي موجود في الاي 37 بتاع الكاميرا الخلفيه الرئيسيه، وكمان المعالج الاكزينوس اكيد هيكون افضل في الفيديوهات زي ما هو افضل في الصور. فخلينا نحط كده الفيديوهين جنب بعض ونشوف التطور اللي واضح انه هو المفروض يكون حصل ما بين الاي 37 والاي 36 في تصوير الفيديوهات بالكاميرا الخلفيه. تصوير الفيديوهات بالاي 37 جنب الاي 57 الاغلى منه، الاثنين على 4K 30 فريم. تفتكر ال 37 بما ان السنسور الرئيسي بتاعه اتحسن، هل بقى قريب من ال 57 ولا سامسونج عامله حته كده او فرق بسيط بين الموبايلين علشان تعلي ال 57 في جوده تصوير الفيديوهات عن ال 37؟ الكلام ده هنشوفه لما نحط الفيديوهين جنب بعض على نفس الشاشه، علشان شاشه ال 57 سوبر اموليد بلس تلعب في الالوان شويه عن ال 37 بشاشه سوبر اموليد عاديه. ومش محتاج اتكلم بقى، السيلفي باين قوي فرق السكين تونز اللي كانت بنفسجيه شويه كده في 36. على فكره ده متحدث يا جماعه، مفيش اي مشكله مقارنه مع ال 37 اللي هتلاقي لا السيلفي بتاعه اتظبط شويه وبقى سيلفي متوسط وينافس موبايلات متوسطه ومتوسطه عليا عادي جدا بدون اي مشاكل. 4K 30 فريم بثبات، ولكن الزاويه مش اوسع حاجه. بقيم الاي 37 بالنسبه لسعره في الفئه المتوسطه. خلي بالك الاسعار الرسميه، الموبايل ده متاح منه 3 نسخ، 128 و8 ب 21000 جنيه، 256 و8 ب 24000 جنيه، 256 و12 ب 27000 جنيه. ضمان محلي طبعا، زيرو ضريبه، ينفع تشغل شريحتين اتصال، ما ينفعش تركب كارت ميموري، والموبايل طبعا داعم لخاصيه الاي سيم. رايي النهائي، الاي 37 موبايل حلو في تجربه الاداء والتبريد والسوفت وير واطول
اطول فتره تحديثات 6 سنين، دعم اي سام وظهر ازاز محمي، كاميرات حلوه جدا في فئه صور وفيديوهات، وصوت استيريو مظبوط على الشعره، وشاشه حلوه جدا في كل حاجه الا الحواف اللي هتقفلك ولازم تركز معاها وتشوف هتقدر تتقبلها ولا لا، وبطاريه متوسطه مش الاقوى خالص، وشحن متوسط السرعه، وعلبه فاضيه لسه هتشتري الاكسسوارات، والبصمه والشبكه مش رقم واحد. من الاخر ال 37 تحسه بقى فارق شويه عن ال 36 في التجربه، تحسه اترقى كده بقى ايه 55 او ايه 56 في الاداء والكاميرا، ولكن بفريم بلاستيك. طب تشتريه ولا لا؟ خلينا الاول نتكلم في السعر. النسخه العاليه ال 256 و12 من الموبايل ده غاليه جدا. اول مره نشوف 12 رام من الايه حاجه و30، بس السعر بتاعها يعني يخليني اروح في فئه ممكن اجيب موبايل احسن بكتير، او حتى اجيب الايه 57 وانا مستريح بقى واخد شاسيه افضل. انا شايف النسخه اللي هتكون اكثر انتشارا من الموبايل ده هي ال 256 و8 اللي سعرها الرسمي 24000، واعتقد هتبقى محروقه في المحلات ب 22000 جنيه كاش. تشتريها بقى ولا لا؟ الاجابه باختصار لو الاي 56 لسه موجود بنفس السعر هات الاي 56، علشان ده هيكون بفريم معدن طبعا افخم ومعالج اقوى شويه، مش فرق كبير، ولكن مع اعتبار ان زي ما قلت لك الاي 37 هيكون افضل في التبريد والبطاريه شويه عن ال 56. الاختيارين هيبقوا قدامك، ولكن بعد ما ال 56 يخلص مش هيكون قدامك غير ال 37 من سامسونج في الفئه بتاعت اول ال 20000 اللي هي كانت فئه ال 15000 من كام شهر فاتوا. ولو انت محتار بين ال 37 وال 57، اهم اختلاف في حواف الشاشه الاقل في 57 اللي هتخليك مرتاح اكتر وانت ماسك الموبايل وباصص على شاشته، وطبعا الشاسيه المعدن الارفع الاخف. في اختلافات تانية طبعا في شويه حاجات، بس انا بكلمك على الاختلافات الجذريه اللي هتحس بيها طبعا ومستحيل ما تحسش بيها. انما طبعا في شويه اختلافات في الاداء، شويه اختلافات في الهابتكس، نوع الشاشه نفسها، في حاجات طبعا افضل في 57. انا مش بقول ان هو لا اقل او موازي، انا بكلمك في الحاجات اللي هيحس بيها اي حد. طيب لو انت بقى مش عاوز سامسونج اصلا، مش فارق معاك البراند بعينه، فيعني ممكن تفكر في موبايلات قديمه زي الفيفو في 60، ريلمي 15 برو، او تقرص على نفسك وتزود شويه وتجيب اونر 600. الموبايلات دي كلها هتقدم لك بطاريه احسن، شحن اسرع، علبه متكامله، بصمه اسرع، وشبكه افضل، وحواف شاشه اقل. دي حاجات هتكون افضل في كل البراندات الصينيه المنافسه سواء الجديده او الموبايلات القديمه اللي بقى لها اكتر من شهر في السوق. عموما كل الاختيارات قدامك. انا كده قلت لك كل حاجه انت كنت محتاج تعرفها عن الاي 37 ايا كان الوقت اللي انت بتشوف فيه المراجعه دي، لان مراجعاتنا بتقعد شهور تتشاف. لازم تفكر كويس وتقارن ما بين الاي 37 والموبايلات المنافسه الموجوده في فئته السعريه، ولكن احب اكد عليك ان ال 37 هيكون منافس شرس وعنيد في سوفت وير وتجربه كاميرا وتجربه صوت. الحاجات دي سامسونج مميزه فيها طبعا مع التحديثات. وبس كده انا خلصت الفيديو. احب اشكرك جدا لو وصلت معايا للنقطه دي. اكيد تتاكد انك عملت اللايك الجميل، تكتب كومنت حالا وتقول لي ايه رايك في ال 37 بعد ما شفت المراجعه. هل الموبايل ده مظلوم علشان سعره، ولا الموبايل ده محتاج يرخص شويه؟ كل الكلام ده محتاجين نناقشه مع بعض في الكومنتات. واكيد تتاكد انك عامل لنا سبسكرايب لو تشوفنا اول مره على اليوتيوب، وتفعل زر الجرس وبالمره تقول لي محتاج تشوف مقارنه ما بين ال 37 ومين من الموبايلات المنافسه. سلام.